تشكيل الاهلي الافضل لمواجهه الزمالك في الدوري. اكيد كولر اتعلم من اخطائه، اكيد كولر راجع مباراه الاهلي والزمالك من اسبوعين وعرف امتى الزمالك بيكون كويس وبيقدر يرجع في اجواء اللقاء، وعرف امتى الزمالك بيكون ضعيف وتقدر تسجل فيه اهداف. لو كولر راجع اخطائه وراجع المشاكل اللي حصلت منه سواء في التشكيل او في طريقه اللعب او اثناء المباراه بعد ما بيسجل هدف، هيعالج كل ده هيقدر يكسب الزمالك. علشان تكسب الزمالك لازم تبقى عارف ان نقاط ضعف الزمالك متمثله في قوه فريق الخصم، في الضغط العالي، في الضغط المنظم، في الضغط الشرس. الزمالك عنده بطء كبير جدا في الخط الخلفي، عنده بطء في التحضير، عنده بطء في الباص، عنده مشاكل كتير جدا تقدر تستغلها بضغط عالي شرس منظم من اول المباراه لاخر المباراه. وهنا بقول لك ان الاهلي لعب او بيلعب الموسم الحالي ماتش كل 5 ايام او ماتش كل 7 ايام او ماتش يعني ما بيسافرش كتير، ما فيش بطولات كتير بيشارك فيها. اذا بدنيا مفترض ان هو واقف على رجله قادر ان هو يلعب ال 90 دقيقه بضغط عالي على الزمالك وما يتراجعش للخلف، لان ما فيش سفريات طويله زي ما بنقول او بقالنا مده يعني بنلعب ماتش كل اسبوع. التشكيل الافضل بالنسبه ليا وهقول لك ليه كل لاعب في التشكيل ده الافضل بالنسبه ليا. في حراس المرمى مصطفى شوبير، وهنا مصطفى شوبير بالنسبه ليا الافضل لان مصطفى شوبير الاكثر تركيزا وحط تحت دي 100 خط، اللي اقل اخطاء وحط دي تحت دي 200 خط. مصطفى شوبير اخطائه اقل من الشناوي، وحارس المرمى كل ما تكون اخطائه اقل كل ما يكون تركيزه اعلى وكل ما تكون النتيجه بتكون اقرب للمكسب، لان الحارس نص الفريق في حاله ان هو يشيل الكره الصعبه قبل السهله، مش يدخل في اهداف ما تدخلش. مع احترامي للشناوي لكن انا بشوف ان مصطفى شوبير هو الافضل بالنسبه ليا دلوقتي. باك يمين محمد هاني، وانا مقتنع اقتناع تام ان محمد هاني لعيب كوره عالي جدا تقدر تستفاد منه في وجوده في الملعب، ان انت تخرج عليه بالكوره. ومحمد هاني دفاعيا يمكن يكون افضل من هجوميا، فخلينا في محمد هاني باك يمين. قلبين الدفاع اشرف داري مع رامي ربيعه، وهنا في مركز الباك الشمال مصطفى العش. لو انت هتلعب بلاعب يكون اكثر دفاعيا وقلقان من كريم الدبيس، خاصه ان اشرف بن شرقي ما بينزلش يدافع مع كريم الدبيس، اذا العب بمصطفى العش باك شمال قدام زيزو قدام عمر جابر، وخلي معاه امام عاشور يسند، ودايما هيكون اشرف بن شرقي في مركز الجناح الشمال. في وسط الملعب وهنا في اثاره للجدل بالنسبه ليا، لان بفضل في مركز رقم 6 يكون موجود احمد رضا. احمد رضا ممكن يكون مش افضل حاجه في الضغط في استخلاص الكوره، بيبيع نفسه بسرعه، ما بيتوقعش الكوره بشكل صحيح او ما بيتوقعش وهو بيضغط بشكل صحيح فبيبيع نفسه. لكن احمد رضا في الخروج بالكوره هيكون مؤثر جدا للاهلي. احمد رضا عنده القرار الاول الباص للامام، احمد رضا بيكون محضر بشكل كويس جدا قبل ما يستلم هيعمل الكوره او يلعب الكوره فين ومحضر الباص. فاحمد رضا بالنسبه ليا في مركز رقم 6، وعارف ان ناس كتير جدا هتعترض على دور مروان عطيه وهتقول في مروان عطيه، انا بتكلم على اللي بتمناه والتشكيل الافضل بالنسبه ليا. في مركز رقم 8 ناحيه اليمين ودي المفاجاه، اتمنى اشوف اكرم توفيق. في حاله اكرم توفيق في ماتش باتشوكا، في حاله اكرم توفيق في ماتشات اول السنه، في حاله اكرم توفيق بالروح والاصرار والعزيمه اللي عند اكرم توفيق يقدر يصنع الفارق، يقدر يعمل الضغط اللي انت عايزه. اكرم توفيق بيخنق الخصم من كتر الضغط، يعيبه ان هو لو قطع الكوره مش هتعرف او مش هيعرف يتصرف فيها ازاي، لكن اكرم توفيق مهم جدا في منظومه الاهلي قدام الزمالك في الضغط العالي مع وسام ابو علي. في مركز رقم 8 ناحيه الشمال امام عاشور، وده لا غنى عنه، مع لازم امام عاشور يكون فيه تعليمات ان انت تلعب ايجابي شويه. في مركز الجناح اليمين وهنا ناس كتير جدا عايزه جراديشار، لكن انا بشوف ان جراديشار مع وسام ابو علي في الملعب بدون طريقه لعب او بدون تعليمات من المدرب او بدون تغيير منظومه الاهلي في الخط الهجومي، وجودهم مع بعض مش هيكون مفيد. وجراديشار خلي بالك في الماتش اللي فات قدام طلائع الجيش ما كانش افضل حاجه لانه كان متوظف في نص الملعب، ولولا الهدف اللي جه وبخطا كمان من حارس طلائع الجيش ما كانش هيبقى جراديشار ظاهر قوي، وكنا هنلوم على كولر بوجود الثنائي مع بعض. اذا قدام الزمالك ما ينفعش العب بالثنائي واسيب نص الملعب، خلينا جراديشار بره على الدكه، حسين الشحات جناح يمين. وهنا حسين الشحات عايز اقول لك ان حسين الشحات وجوده مهم جدا في مركز الجناح اليمين. حسين الشحات بيعمل الباص في العمق بشكل مميز جدا. حسين الشحات اكتر لاعب في الدوري قدر ان هو يخلق فرص محققه للتهديف ب 44 فرصه. حسين الشحات بيقدر يعمل باص
متقن في العمق، وده انت محتاجه جدا لان مشاكل الزمالك الدفاعيه ما بين الونش والمساك الشمال او المساك اليمين. فعلشان كده هبدا بحسين الشحات. وسام ابو علي راس الحربه، وهنا لازم تقف. ليه وسام ابو علي مش جراديشار؟ لان وسام ابو علي عنده منظومه ضغط متكامله، بيعمل ضغط بشكل عالي جدا، بيعمل ضغط منظم، بيتوقع مسار الكره، وده شيء مهم جدا في وسام ابو علي. بيقدر ان هو يسجل منه اهداف زي ما حصل قدام بيراميدز السنه اللي فاتت، زي ما حصل قدام العين الاماراتي. وسام في ماتش باتشوكا كان شايل فريق الاهلي من الضغط اللي بيعمله، كان مانع فريق باتشوكا يلعب كوره. ولما خرج وسام ابو علي الاهلي اتكشف، لقيت فريق باتشوكا بيلعب عليه الكوره، لان وسام بيعمل ضغط بشكل منظم جدا وبشكل قوي جدا. علشان كده عايز وسام، واوعى تقتصر امكانيات وسام في الضغط بس. وسام السنه اللي فاتت كان هداف الدوري من يناير مش من بدايه الموسم. وسام بيسجل من انصاف الفرص. ممكن مستواه مش افضل حاجه دلوقتي لانه راجع من اصابه، لكن وسام لازم يكون موجود في الملعب. وزي ما قلت تألق جراديشار اوعى يخليك تنسى امكانيات وسام ابو علي. طبعا اشرف بن شرقي جناح شمال، وده التشكيل الافضل بالنسبه ليا او اللي اتمناه. زي ما قلت ممكن تبقى مش متفق معايا في مروان، مش متفق معايا في اكرم، مش متفق معايا في حسين الشحات، لكن كلها وجهات نظر. بالنسبه ليا ده التشكيل اللي اتمناه، وده التشكيل الافضل بالنسبه لمباراه الاهلي والزمالك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل الناس اللي بتشوف الفيديو ده تشترك معانا في القناه لو انت مش مشترك، وتتابعنا بكومنت. اللايك هو وسيله دعمك الوحيد على اليوتيوب. بيقولوا المحتوى ده كويس او مش كويس علشان ارشحه لغيرك، فما تبخلش علينا بيه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.